وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ هنعمل فيديو جديد هو تحدي مين رجله اقوى في مجال الكوره. حاليا الحمد لله مش موجود، فهنعمله انا وادم، ويلا بينا. التحدي عشان نعرف مين فينا رجله اقوى هيكون عباره عن ان احنا نمسك الكوره بايدينا ونعمل ايد ورجل لفوق ونشوف مين هيعليها اكتر، والكاميرا اللي هتحكم. يلا بينا. ادم مع اول واحده. ادم معاه اول واحده. معلش قوي يا جماعه. انت بالنسبه لك انت مستوى ضعيف في الاول كده، ولا انت بتبدا وتسخن؟ لا بصح. ماشي، هنشوف الوقت انت بتسخن ولا لا. طيب واضح يا جماعه، اول جوله راحت لمين، ويلا على الجوله الثانيه هتكون نفس الموضوع برضو. هما هيبقوا 3 جولات من نفس الموضوع، ويلا بينا. وحشه جدا يا جماعه يعني. قول كلمه كم عامل في اميسي، هو فيسي اصلا يا جماعه. عمال يقول ايه انا اللي بسيبك تكسب اول كام جوله كده عشان هقتلك في الاخر، وانا اصلا مش هشوف له في الاخر والله. يلا يا جماعه شوف الكره بتاعتي وانا بكسبه، وانا عشان اكسبه هو كده عاملها قليله قوي، فانا هعملها برجلي الشمال وهكسبه وههينه عامه. على فكره يا جماعه راحت زي بتاعتي، بس ما نسيتش يا جماعه. دلوقتي كل اللي يشوف الفيديو ما ينساش يحط لايك واشتراك، واهم حاجه يعمل كومنت عشان الريتش واقع جدا يا جماعه، وكملوا الفيديو. هات قلب دي عشان ممكن يتشجع ويكسب يعني جوله، احنا مش شايفينه خالص. وانتوا شاهدين اهو يا جماعه. ما نشوف بقى انا هعمل ايه. هو قرر هيلعب بالكوره دي بتاع كاس العالم، ويلا. طيب يا جماعه اول جوله خلصت كده، انا كسبت 1-0 لان التلات جولات كسبت فيهم عامه، فاتحسبت لي النقطه. النقطه الثانيه هتكون عباره عن مين هيعمل الكوره ابعد من الثاني. هنبدا بالجون دون ونشوف مين هيعرف يوصلها لابعد حته لحد الجون الثاني. يلا بينا. واول واحده وهنشوف هيوصلها فين. بصوا يا جماعه الفرق صغير قوي. لا برجلك عادي. يلا 1 2 3 يلا يا ادم. بصوا يا جماعه مش هنكشف النتيجه دلوقتي، اول لما انا الشوط بتاعتي هنروح نشوف الاثنين مع بعض. لا والله يا دين امي، معلش يا جماعه. طيب عايز كده الجوله دي باينه جدا يعني هي فين وانا فين. بصوا يا جماعه كره يوسف اهي وانا كنت اهي، بس الصوت يعني لسه يا جماعه كورتين، واحده تبقى بوش رجلي دي كانت تبوظ، انا صعب بالنسبه لي تبوظ بصراحه. بقى هنبدا في وش رجلي واللي بعدها هتكون ايد ورجل. ويلا 3 يلا يا جماعه. ضمنتها باينه جدا منك كسبت. تعالى نروح نشوف نتاكد. يا عم باينه. بصوا يا جماعه كره يوسف اللي هنا دي، ودي كره اللي جنبها، وده يوسف. ودلوقتي مع اخر جوله وهي جوله ايد ورجل، وهتكون الجوله الحاسمه لان احنا 1-1. مين هيعرف ياخد النقطه الاخير الثانيه؟ ويلا بينا. يلا يا جماعه. طيب يا جماعه ثانيه، جاينا في الكاميرا بسبب الشمس، بس هي اللي قدامكم يا جماعه المدوره دي. اتوقع باذن الله يا جماعه يعني ان شاء الله ان انا هعدي. مش تحط اللايك واشتراك، واللي يتوقع ان انا هكسبه يحط لايك واشتراك. يا جدعان دي خلاص كده يوسف كسب. وكده الجوله الثانيه اكون عرفت اجيبها لمصلحتي، ولسه الجوله الثالثه ويلا نشوف اللي هيحصل فيها. ودلوقتي واخر تمرينه والثالثه، الا لو ادم كسب هيبقى في تمرينه رابعه. فدلوقتي التمرينه هتكون اصعب شويه، هتكون تمرينه اللي يعرف يعملها اقوى بكعبه ويوصلها لمسافه ابعد. ويلا بينا. يلا يا جماعه اهو رجله اهي. طيب توقعوا وصلت فين؟ يلا نجيبه ونشوف وصلت فين. يا جماعه حرفيا بعد كتير، بس ان شاء الله هعرف اعديها. دلوقتي يا جماعه دول يوسف اهو كسب. بصوا يا جماعه كورته حاسب كده يوسف، دي كورته للاسف يا جماعه. بس هناخد الجوله، ويلا الجوله اللي بعدها هتكون برضه كعب لكن على الطاير. ويلا بينا. والمره دي هتكون على الطاير. معلش يا جماعه مش باين شويه بسبب الشمس، بس يلا يا عيني. وحشه قوي وحشه قوي. هنشوف انا هعمل ايه. هنستعمل تكنيك البيج بيج ده، تكنيك من ورا لقدام. يعني بدل ما انت تعملها كده وتقوم طالعه من على الهواء كده ونازله، لا
انت هتعملها كده على طول. فايه معلش يا جماعه الكوره مش باينه، بس زي ما يوسف قال هي المدوره اللي هناك دي. ده يا جماعه هتكون اخر جوله عباره عن اللي هي لفه مزدوجه، نحذف الكوره ونلف لفه كامله ونشوط. يلا خلاص طب السعاده يا جماعه اللي مش فاهم التحدي يعني عشان هو عمله من غير ما الكلام كتير عليه، فالمفروض انت بتحذف الكوره بترفعها لفوق وبتلف لفه كامله وتروح تشوطها ونشوف نعملها بعد. هو انا كده لو لمستها بس انا كسبت. ويا جماعه زي ما قلت لكم اهم حاجه تحطوا اللايك والاشتراك، علشان يا جماعه موضوع التفاعل بيقل وده بيأذي القناه عندنا جامد ومحتاجين دعم منكم. ويلا يا جماعه تمام دلوقتي يا جماعه دول يوسف ماشي. بس يا جماعه نقدر نقول ان احنا كده خلصنا التحدي. وانا دلوقتي طبعا مش قادر حرفيا، انا هروح اشرب ميه بقى عشان ويلا